The Count of Monte Cristo عن طريق الكاتب الفرنسي ألكسندر دوما. الفصل الأول. إدموند دانتس كان واقف بكل فخر في مقدمة السفينة فيرون وهي داخلة على ميناء مارسيليا، والبحارة بيجروا رايحين جايين على السفينة. الرحلة دي بالنسبة لإدموند ما كانتش مجرد رحلة عادية، دي كانت بداية حياة جديدة. وقتها كان عنده 19 سنة بس، لكن بقى مساعد القبطان الأول في واحدة من أحسن سفن الشركة. وأثناء رحلة العودة إلى مارسيليا تعب القبطان جدا وبقى مريض، وتولى إدموند قيادة السفينة رغم صغر سنه. عدى بالعاصفة وتفاوض مع التجار ورجع بالسفينة في سلام بالبضاعة كلها من غير ما يضيع منها حاجة. مهاراته وشجاعته خلت الكل معجبين بيه، حتى البحارة الكبار اللي في الأول كانوا شاكين فيه وبقوا دلوقتي بيتكلموا عنه باحترام. ولما السفينة قربت من الرصيف الناس اتجمعت علشان تستقبلها، التجار وعمال المينا والعائلات كلهم كانوا واقفين متشوقين. إدموند قلبه كان بيدق جامد لأنه شاف وسط الزحمة 2 من أكتر الناس اللي بيحبهم، أبوه اللي ضحى بكل حاجة علشانه، وميرسيدس البنت الجميلة اللي كانت خطيبته. السفينة رست وإدموند بدأ يدي أوامر بصوت واثق وحازم لعمال السفينة. صوت إدموند كان واصل لكل ركن في السفينة، والبحارة سمعوا أوامره ونفذوها بسرعة. ونزل إدموند جاري من السفينة علشان يحضن أبوه وميرسيدس. أبوه حضنه جامد والدموع في عينيه. ميرسيدس ابتسمت وعينيها مليانة حب وقالت له: إدموند أنت بخير؟ أنا كنت بدعي لك كل يوم. ابتسم وقال لها: أنا بخير وعندي ليكي أخبار حلوة. القبطان لما مات مالك السفينة ميسيو موريل وعدني يخليني أنا القبطان، وأنا عندي 19 سنة بس هبقى قبطان السفينة. إيدين أبوه اترعشوا وهو ماسكه وقال له: قبطان مرة واحدة؟ أنا فخور بيك أوي يا ابني. ميرسيدس قلبها كان مليان بالفرحة إنها تبقى مرات قبطان، وده معناه إن هي هتعيش في أمان وشرف كبير ليها. هي كانت بتحلم ببيت صغير على البحر وولاد يلعبوا على الشط ومستقبل مليان بالسعادة. ميسيو موريل مالك السفينة التاجر الغني سلم على إدموند بحرارة وأكد وعده: انت وريتني شجاعة وحكمة أكبر من سنك، دلوقتي السفينة تحت قيادتك يا إدموند، اشتغل بإخلاص وهتترقى أكتر وأكتر. الجمهور هلل وإدموند حس إن الدنيا كلها بتحتفل بيه، بس مش كل الناس وشوشهم كانت مليانة فرحة. وسط الزحمة كان في فرناند مونديجو صياد من كاتالونيا واقف ساكت وعينيه مليانة غيرة. فرناند كان بيحب ميرسيدس هو كمان، ومن زمان بيحلم يتجوزها، لكن هي اختارت إدموند. ومن ساعتها قلب فرناند اتملى غيرة وحسد لإدموند. وكان في كمان دانجلر أمين السفينة، وده شغلته إنه بيكون مسؤول عن حماية ممتلكات الركاب اللي على السفينة. كان بيبص لإدموند بحسرة ومرارة لأن إدموند اتعين في منصب أعلى منه، ودي إهانة لدانجلر ما قدرش يسامحه عليها. إنه يشوف ولد عنده 19 سنة واخد قيادة السفينة فيرون كانت بالنسبة له إهانة. حاول يبين إنه مبسوط وهو بيقول لنفسه: القبطان دانتس لما نشوف الفرحة دي هتستمر قد إيه. إدموند كان ماشي بفخر في شوارع مارسيليا وما كانش واخد باله من الكراهية اللي بتتكون حواليه، وأبوه وميرسيدس كانوا جنبه. راحوا على بيت أبوه وهناك إدموند اكتشف الحقيقة المرة. أبوه كان عايش في فقر طول ما هو كان بعيد. الراجل عجوز من واجبه وضميره سدد ديون إدموند وساب لنفسه يدوب اللي يكفي للأكل بس. إدموند زعل جدا وبسرعة ادى أبوه كل الفلوس اللي كسبها وقال له: من هنا ورايح عمرك ما هتحتاج حاجة. إدموند وميرسيدس كانوا بيتمشوا على البحر وبيتكلموا عن مستقبلهم، وكانوا بيخططوا يتجوزوا في أقرب وقت. ميرسيدس همست وقالت: نفسي الفرحة دي تفضل طول العمر. ابتسم إدموند وقال لها بكل ثقة: هتفضل، مفيش حاجة تقدر تاخدها مننا. لكن القدر كان ليه رأي تاني. في الوقت اللي كان إدموند بيحتفل، دانجلر وفرناند كانوا بيتقابلوا في السر في حانة مظلمة.
كانوا بيتكلموا بصوت واطي وكلامهم كان مليان شر. قال فرناند وهو بيهمس بغل: إدموند عنده كل حاجة، مرسيدس والنجاح ومنصب القبطان، وانا اللي بحبها من واحنا عيال، طلعت من المولد بلح ومص. ورد دانجلر: وانا كمان المفروض اكون امين السفينة التاني بعد القبطان، لكن الواد ده بقى القبطان وبقى ريس عليا. الاتنين شربوا قهوة وعيونهم كلها شر، وفي اللحظة دي دانجلر اقترح خطة شريرة. وهنا لازم نعرف معلومة خارج القصة، ان نابليون في الفترة دي كان منفي خارج البلاد، وان اي حد بيحاول يساعده كان بيتقبض عليه. ونرجع للخطة الشريرة اللي اقترحها دانجلر، وبيقول: ايه رأيك لو اتهمنا إدموند انه خاين، لو حد كتب جواب لسلطات يقول انه معاه رسائل من اتباع نابليون؟ عيون فرناند نورت بالشر وقال: لو اتقبض عليه هتروح منه مرسيدس وساعتها هتبقى من نصيبي. دانجلر رد عليه وقال: بالظبط كده، وانا اخد طاري منه مش هيبقى قبطان وساعتها هيكون في السجن. في الليلة دي دانجلر قاعد يكتب جواب بخط حذر ومتقن، اتهم فيه إدموند دانتس انه معاه رسالة سرية من نابليون بونابرت لأتباعه في باريس. التهمة دي كانت كذب لكنها خطيرة، الحكومة كانت مرعوبة من نابليون اللي اتنفى، بس لسه ليه أنصار كتير مخلصين. مجرد الشك انك بتساعده دي كفيلة انها تدمر حياة اي شخص. ولما الجواب خلص فرناند سلمه للمدعي العام المحلي. بالخطوة دي مستقبل إدموند بقى في خطر. تاني يوم صحاب إدموند اتجمعوا في حفلة خطوبته. الضحك ملا المكان والمزيكا شغالة والترابيزات مليانة أكل وشرب. مرسيدس لابسة الفستان الأبيض ومبسوطة ووشها منور من الفرحة، لكن بره في الضلمة العساكر كانوا بيقربوا، وفي عز الاحتفال الباب اتفتح وظابط دخل بصوت عالي وقال: إدموند دانتس. رد إدموند وهو متفاجئ: أيوة. قال الظابط: أنت مقبوض عليك بأمر من مدعي الملك. وفجأة الصمت عم المكان. مرسيدس كانت مصدومة وأبوه إيديه اترعشت، وإدموند نفسه واقف مصدوم مش قادر يتحرك، وهو ما عملش حاجة غلط، لكن قبضوا عليه وأخدوه معاهم. الحفلة خلصت في حزن، ومرسيدس صرخت وقالت: أكيد في حاجة غلط، إدموند بريء. بس الكلام ده ما كانش ليه فايدة، ومستقبل إدموند اللي كان منور بدأ يضيع جوه الضلمة. وبكده يخلص الفصل الأولاني، وأشوفكم في الفصل التاني إن شاء الله.